كله يا جماعه يعمل شير للفيديو ده عشان نقدر نوصل للاتنين دول. الاتنين دول كانوا عاملين نفسهم مناديب تبع طلبات. طبعا راحوا، واحد بيبقى واقف بره وواحد بيخش يرن على الجرس اللي في الدور الارضي. هما دايما بيخشوا على الدور الارضي عشان يبقى قريب من الشارع، عشان لو جم يتمسكوا يعرفوا يهربوا بسرعه. واحد بيبقى واقف بره في الشارع بيشوف الناس لو في حد معدي او حد داخل العماره، والتاني بيخش بيرن الجرس وبيشوف اللي هتفتح ست ولا راجل. لو ست بيخش يقول لها في اوردر باسم حضرتك، ويقول لها اسم غلط بحيث ان هي تتلهى معاه في الكلام، ويجي داخل عليها ومشممها بنج او حاجه تخليها يغمى عليها ويخش يسرقوا الشقه. والتاني بيبقى واقف بره. اللي واقف بره ده اول ما بيكون حد جاي بيديله اشاره، بيقول ان هم جايين عنوان غلط وبيجوا ماشيين. لو مفيش حد بيخشوا الشقه وبيقلبوا اللي فيها، ولو في حاجه بيسرقوها. طبعا من حسن الحظ ان كان في كاميرا مراقبه بتصورهم. الفيديو كامل هتلاقوه في اول كومنت. وعلى فكره يا جماعه، الاتنين دول بيروحوا من بعد الساعه 11 بحيث ان ميبقاش في راجل في البيت وكل الناس بتبقى في شغلها، فاللي بيبقى موجود في البيت يا اما الاطفال يا اما ست البيت. وفي الحاله دي بيبنجوا اللي بتفتح ويخشوا يسرقوا اللي هم عايزينه. فنصيحه، محدش يفتح لاي مناديب ولا لاي حد غير لما تشوف العين السحريه وتتاكد ان انت طالب الطلب وطالب الاوردر ده فعلا. شير يا جماعه الفيديو ده بسرعه، وان شاء الله هيجوا على صفحه وزاره الداخليه.